هنتكلم النهاردة عن أشهر تاجر سلاح في العالم والوطن العربي كله، وكمان في فترة الثمانينات والسبعينات كان أغنى رجل في العالم. كل ثروته يعتبر كانت من إنه يتوسط في صفقات السلاح، وبعد ما كان من أغنى الناس في العالم مات مفلس ومديون كمان. والشخص اللي هنتكلم عليه النهاردة ده هو عدنان خاشقجي. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وكملوا الفيديو للآخر عشان نعرف سبب إفلاسه ومات مديون إزاي وقصة حياته كلها. ويلا نشوف الحكاية. اسمه الحقيقي عدنان بن محمد بن خالد خاشقجي، مواليد 1935. اتولد في السعودية، بالتحديد في مكة. أبوه الدكتور محمد خاشقجي كان الدكتور الشخصي للملك عبد العزيز آل سعود، واترقى لحد ما بقى وزير الصحة. وعلى فكرة أبوه من أصول تركية. وأخته سميرة خاشقجي اللي ابنها دود الفايد ابن الملياردير المصري محمد الفايد. واللي عاوز يعرف قصة محمد الفايد وحياته كلها هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن تحت، ابقى ادخلوا شوفوه. الفيديو جميل جدا وهيعجبكم. وفي الاخر قصة الأميرة ديانا مع ابنه دودي الفايد. وفي الفيديو هتعرفوا برضو ازاي محمد الفايد الملياردير المصري عرف تاجر السلاح عدنان خاشقجي. المهم نرجع لعدنان خاشقجي. زوجته الأولى كانت اسمها سرية، وكانت إنجليزية بس دخلت الإسلام. ليه منها بنت اسمها نبيلة وأربع أولاد، بس للأسف اتطلقوا سنة 1981. وساعتها خدت أكبر مؤخر طلاق في العالم كله، ولحد النهاردة برضو أكبر مؤخر طلاق. والمؤخر ده كان حوالي 900 مليون دولار، ووقتها طبعا عمل ضجة كبيرة جدا في الصحف وفي الإعلام. وزوجته التانية كان اسمها لمياء، واتجوزوا سنة 1978 وخلف منها علي. وفي فترة من الفترات مسك رئيس نادي الوحدة السعودي، بس كانت فترة بسيطة جدا. جه على مصر عشان يتعلم في كلية فيكتوريا في اسكندرية، وبعدها راح على أمريكا عشان يكمل دراسته هناك. بس بعد سنة بالظبط راح داخل في مجال الأعمال والتجارة، وبدأ عدنان في تجارة الأسلحة بس كوسيط في صفقات السلاح اللي ما بين الحكومة السعودية وشركات أمريكية. ودي البداية اللي شهرته. والاتفاقات دي استمرت لسنين وسنين في السبعينات والثمانينات. واكيد الصفقات دي ما كانتش كلها رسميه مع الحكومه بس، اكيد كان في صفقات من تحت لتحت. جمع عدنان خاشقجي ثروه كبيره جدا في السبعينات والثمانينات، يقال انها وصلت ل 40 مليار دولار، واصبح من اغنى اغنياء العالم. وكل ده طبعا نتيجه العمولات الكبيره اللي كان بياخدها في الصفقات دي. ومن اشهر الصفقات اللي اتوسط فيها عدنان كانت صفقه اسمها اليمامه، واكيد اخواتنا السعوديين سمعوا عن الصفقه دي وعارفينها كويس قوي. والصفقه دي كانت عباره عن مبادله السلاح بالبترول، واللي كان عاوز الصفقه دي بريطانيا وفرنسا، والاتنين كانوا بيتنافسوا جامد جدا على الصفقه دي. بس في الاخر راحت لبريطانيا، وكانت الصفقه دي قيمتها حوالي 20 مليار دولار. المهم عم عدنان كان بيعشق حاجه اسمها قمار، وانه يعمل حفلات كبيره جدا ويعزم فيها مشاهير العالم رجاله وستات. وعلى حسب وصف صحيفة تايم الأمريكية بيقولوا إن الحفلات دي كانت بتبقى عبارة عن أنهار من الشمبانيا. وفي عيد ميلاده ال50 عمل حفلة في مزرعته اللي على الشط في أسبانيا، وكان مساحتها 5000 فدان، وحضر الحفلة 400 شخص. وواحد من اللي حضروا الحفلة دي وصفها انها اكتر الحفلات بذخ في العالم، وبعد الاحتفال اللي عمله ملك فرنسا لويس ال14 عشان يتولى العرش. في الفترة دي وقتها كان عنده اكبر يخت في العالم، وكان مسميه نبيلة على اسم بنته. واليخت ده اتمثل عليه فيلم من افلام جيمس بوند. عشان يغطي على التعاملات اللي هو بيعملها دي، خلى شركات واجهة ان هو يستقبل عليها العمولات اللي بتجيله من صفقات السلاح. وفي فترة جه عليه ازمة مالية جامدة، عطى اليخت بتاعه لسلطان بروناي، وسلطان بروناي باع اليخت ده لترامب ب 29 مليون دولار. وفي اخر حياة عدنان خاشقجي ظهر ان هو قاعد على كرسي متحرك، وده بسبب افلاسه. يلا نشوف سبب افلاسه ايه. يقال ان سبب افلاسه الرئيسي غرق منجم الالماس بتاعه اللي في امريكا، وخسر 2 مليار دولار. وكمان خسر شركة الاتصالات الامريكية بتاعته، واترفع عليه كذا قضية وحصل شوية فضايح، واشهرهم فضيحة ايران كونترا، واتهمه من القضاء الامريكي بغسيل الاموال لمرات ديكتاتور الفلبين السابق. ويموت عدنان خاشقجي في سنة 2017 عن عمره 81 سنة، بعد ما كان أغنى أغنياء العالم مات مفلس ومديون كمان. ده يأكد لنا فعلا إن دوام الحال من المحال. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا يبقى عجبك، فما تبخلش باللايك والسبسكرايب. وكان معكم حسن الخولي.